عليكم. راح ندير معكم طريقتي الديول في الفرن، يجوا بزاف مقرمشين بواحد الحشوه اللي كلاهما عندي يعجبوه. في مقلاة درت شويه ثوم شويه بصل، درت لحم دجاج، تقدروا تستعملوا اللحم. قليتهم مليح مع بعض، ضفت توابل فلفل اسود كركم زنجبيل والملح. بعد ما طاب الدجاج معايا درت القزبر، راح نزيد له الجبن. انا نحب الجبن نضيفها في هذه الطريقه، خير ما نضيف مع الحشوه في التالي، هكا يجيكم بنين. هنا قسمت الحبه تاع الديول على 2، راح نشكل هذا الجزء على مثلثات في الفرن، يعني يجوا احسن من المقليين وصحيين. درت هذه الطريقه ودرت طريقه ثانيه اللي معروفه كامل. انا دائما نستعمل نصف الحبه تاع الديول، ما نديرش حبه كامله ويقطع لي كميه كبيره. هنا درت زيت زيتون فلفل احمر ودخلتهم فرن 150 درجه، هما واجدين. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في قناتي، والسلام.